أهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن إزاي نكتب محتوى يبيع. وأول حاجة هنتكلم عليها وهي في المقدمة، إن هي الإعلان مش مجرد كلمات، إن أنت لازم تعرف تخلي الناس تقرأ وتتحمس وتشتري. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على أهم 4 نقط نقدر نستغلها وإحنا بنعمل الكونتنت بتاعنا. أول حاجة هنتكلم عليها وهي الهوك. الهوك عندنا بنتكلم فيه بنقطتين. النقطة الأولى سواء في الفيديو أو سواء في الكلام. في الفيديو دي ليها علاقة وانت بتعمل الريل بتاعك أو التيك توك بتاعك، بتهتم بأول 3 ثواني فيه عشان تشد الانتباه. طب بالنسبة للكونتنت، أول جملة لازم نهتم بيها لأن دي اللي بتلفت الانتباه. يعني مثلا لو بتبيع منتج تخسيس، لو قلت خس 5 كيلو في أسبوع من غير دايت، فوش هتقف تكمل الكلام. يعني أكيد لو أنت مهتم بمنتج التخسيس وشفت الجملة دي، فبالتالي أكيد هتقف عندها وتبدأ تشوف الكلام. والله اقتنعت شوية، ده هيخليك تكمل الفيديو. وده الهدف أصلا من الكونتنت، إن أنت تخش الفيديو. فاهم الفكرة؟ عشان كده بديلك الهوك في الأول. أنا مش مهم عندي إن أنت تقرأ الكلام اللي مكتوب، أنا أهم حاجة عندي إن أنت تشوف الفيديو اللي موجود. وتاني نقطة معانا وهي بلاش كلام كتير، لأن في الوقت الحالي الفيديوز هي اللي مكتسحة الدنيا. ففكرة إن العميل يقرأ الكلام، انت يعتبر 2 3 سطور وبارك الله فيما رزق، لان العميل فيه خطوات هيقوم بيها. قرا الكلام، دخل الفيديو، دخل الويب سايت، قرا الديسكريبشن، شاف الريفيوز، فلسه قدامه رحله كبيره. فانت حاول تسهل له رحلته في الكونتنت يعني. ولازم تهتم ب3 نقط في السكشن ده. اول نقطه تكون سهله للعين، بحيث ان انت تقسم الكلام بتاعك. اول الهوك هتخلي فيه سبيس بحيث يبقى فيه مسافه العين تقدر تفهم الدنيا. والله ده الهوك، دي فوايد صغيرة، والله ده الأكشن اللي هو هياخده وشكرا. وتخلي ما بينهم فواصل عشان الموضوع يكون بسيط وهو بيقرأ، ويخلي الموضوع لذيذ معاه. تاني نقطة وهي يكون سهل القراية، بحيث تبقى الكلام واضح والألوان مريحة. ألوان الإيموجيز، بحيث لو أنت هتضيف إيموجي في الموضوع يكون خفيف. طبعا في بعض المنصات زي السناب شات والتيك توك مفهومش إيموجي، بس احنا بنتكلم سواء لو كان على الفيسبوك أو على الانستجرام. فحاول وانت بتختار الإيموجي تختار ألوان يا إما بتوصف البراند بتاعك يا إما حاجات خفيفة، مش لازم تكتر يعني. وتالت نقطة ودي مهمة جدا، إن لازم المعاني والكلمات تكون واضحة. لازم تختار الكلمات اللي هتبدأ تكتبها تكون واضحة وبسيطة، لأن العميل عنده رحلة على ما يعمل الأوردر. إيه الرحلة بتاعته؟ والله قرأ الكونتنت، بعد ما قرأ الكونتنت شاف الفيديو، اقتنع بالفيديو، دخل على الويب سايت اللاندنج بيج بتاعتك، ولسه بقى شاف السعر وشاف الصور. بعد كده هيشوف الديسكريبشن بتاعك والفوائد والمميزات وليه هيشتريه. كل النقط دي لسه، فاحنا بنحاول نسهل له الرحله بتاعته عشان في الاخر يعمل الاوردر من الويب سايت عندنا مش من ويب سايت تاني. والنقطه الثالثه معانا وهي استخدم الاسئله. ليه نستخدم الاسئله؟ الناس بتتشد لما بتخليهم يفكروا في الاجابه. بحيث نذكر المثال اللي احنا كنا لسه قايلينه، اللي هو لو عايز تخس من غير ما تعمل دايت، فانت ممكن تجيبها له بصيغه عايز تخس من غير ما تعمل دايت، فهو بالتالي عايز، بس ازاي؟ فانت شديت انتباهه في النقطه دي فخليته يشوف ازاي بقى. وبعد كده الويب سايت السعر مناسب للفئه المستهدفه والصور كويسه والديسكريبشن كويس، هتجيب كونفرت معاك اعلى بكتير جدا. فانت لازم برضو تهتم بالنقطه دي، لان ده بيحفز الناس يكملوا قرايه الاعلان ويخليهم مهتمين. واخر نقطه معانا ودي يعتبر اهم نقطه، وهي الاي اي. ان انت دلوقتي تقدر بشات جي بي تي ان هو يطلع لك كل الافكار دي، بس ما تاخدش الافكار بتاعه شات جي بي تي بشكل كامل. بمعنى ان دلوقتي لما شات جي بي تي يجيب لك والله اعمل لي كونتنت للمنتج ده، هيديك كونتنت، بس الكونتنت بتاعه ما تستخدمهوش. خد منه افكار وحاول تخلي المعاني واضحه، وحاول تفلترهم وتجرب اكتر من واحده. حتى وانت بتعمل الاعلان بتاعك ما تخليش فيه اد واحد، لا تخلي فيه اكتر من اد، وكل اد بتستخدم فيه كونتنت معين، ثامبنيل معين، اكشن معين. كل النقط دي هتفرق معاك. وفي النهايه طبعا نقطه الكونتنت هي نقطه مهمه جدا، لانها جزء لا يتجزأ من الاعلان.
ان انت لازم تهتم بيها وما تهملهاش. في طبعا ناس بتستخدم حاجات للاكشن زي شحن مجاني، دفع عند الاستلام، خصم 50%. الحاجات دي مهمه بس ما تتحطش في الواجهه، تتحط في الاكشن في الاخر. انت شوف الرساله اللي انت بتوصلها والفوائد والمميزات مش كتير، يبقى في فواصل، تراجع برضو كل النقط اللي قلناها، وفي النهايه تدي الاكشن اللي انت عايزه، تكتب خصم 50%، دفع عند الاستلام، كل النقط دي. بس مش ده اللي يكون الهدف بتاعك. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.